أنا عارفة إيه اللي بيدور في دماغك دلوقتي، إنك بتفكر إن مفيش حلول منطقية خالص ممكن تحصل عشان الظلم دوت يترفع عن إخواتنا. مفيش أي حاجة ملموسة إحنا شايفينها بتدينا أي بارقة أمل خالص إن اللي بيحصل دوت يقف. أنا متفهمة جدا أنت بتفكر في إيه، بس تعالى أتكلم معاك بطريقة تانية. انتهت قصة فرعون ببطشه وظلمه وجبروته بالماء. قصة النمرود انتهت ببعوضة. قصة أبرهة بجيشه انتهت بطير وحجارة. قصة الأحزاب انتهت برياح. قصة قوم نوح انتهت بطوفان. قصة قوم ثمود انتهت بصيحة. قصة قارون انتهت بخسف. وهتلر قصته انتهت بانتحار. هل حد كان ممكن يجي في باله السيناريوهات ديت؟ أو إن قصص الظلم دي تنتهي بسيناريوهات بسيطة قوي كده؟ سبحان الله، في قصص كتيرة جدا اتذكرت في القرآن اتعلمنا منها إن قصص الباطل بتنتهي بأبسط السيناريوهات، ولكن بتبين قدرة ربنا سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا عارفة إن في بعض مننا بيجي في باله في أوقات كده يقول يا رب أنت مش شايف هما بيعملوا إيه؟ من كتر ما قلبنا موجوع ساعات والعياذ بالله بنقول كده. فربنا سبحانه وتعالى رد في كتابه العزيز وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا سبحانه وتعالى سميع وعليم وخبير وعدل. لو ابتديت تحس إن اليأس هيتسرسب جواك شوية بشوية ومش هتعرف تسيطر عليه، أو ابتديت تحس إنك هتقنط من رحمة الله، عايزاك فورا تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن دوت أهم مدخل للشيطان دلوقتي. يضرب لك في عقيدتك، يضرب لك في يقينك بالله سبحانه وتعالى. الشيطان كل شغله الشاغل إنه دلوقتي يقولك ربنا مش سامع لدعاك، مش ربنا سميع وعليم وبصير؟ ربنا سبحانه وتعالى سايب ليه الظالمين يعملوا كده مع إنه قادر إنه يرفع الظلم عنهم دلوقتي حالا؟ أول ما تقفش نفسك داخل على المرحلة دي، استعذ بالله من الشيطان الرجيم ومتوضى وصلي، اقرأ في القرآن، سبح. ربنا عليم بكل حاجة وشايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام كتير مننا عارفه بس احنا محتاجين نسمعه دلوقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لله المثل الأعلى. عارفين كده لما حد يسيب لحد الحبل على الغارب عشان يجيب آخر آخره، عشان لما يجي يعاقبه على القديم والجديد. تخيلوا كده معايا في ثانية دلوقتي: حتى إذا أخذه الله لا يفلته. ما حسيتوش إن هي شافت الغليل اللي جواكم؟ قال تعالى في سورة الأعراف: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيمهلهم علشان يزودوا في طغيانهم وفي جبروتهم وفي ظلمهم، ويفتكروا ان مفيش حساب. ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم العقوبة والعقاب من حيث لا يعلمون وفي وقت هم مش متخيلينه خالص. مش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى بيتوعدهم إن كيدي متين. سبحان الله. تحسوا ان الآيات دي بتتنزل علينا تاني من أول وجديد دلوقتي عشان تهدينا وتريح قلوبنا. لولا كتاب الله وسنته في الأوقات الصعبة اللي زي دي احنا كان زماننا اتجننا. دي حقيقة والله. كنت بسمع حلقة للشيخ عمر عبد الكافي بيتكلم فيها عن الظلم، ان دعوة المظلوم مفيش بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب. ولكن أضاف حاجة: ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد المظلوم دوت مسلم أو غير مسلم. شايفين ربنا عدل ازاي؟ طالما الشخص دوت مظلوم فدعوته مفيش بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب في الدنيا. ما بالكم بقى باللي بيقصفوا المستشفيات وبيستهدفوا الأطفال والنساء والمدنيين؟ بيقصفوا الأطفال والنساء بالأخص، وبيقصفوا المدارس والمساجد والكنايس، يتموا الأطفال ويشردوا الأسر وبيستحلوا الدم والأرض والعرض. فما ظنكم برب العباد؟ تفكروش بدماغنا البشرية الضئيلة المحدودة في التفكير
ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيرفع الظلم؟ دي تدابير ربانية. رسالتي ليك ان يقينك بالله يزيد يوم بعد يوم، انك تتأكد اننا لا يفصلنا عن نهاية اي ظالم متجبر الا امر الله سبحانه وتعالى. افكرك تاني، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طبيعتنا البشرية بنبقى عايزين ندعي نلاقي اجابة في الحال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة. لو جالك ابتلاء وطال عليك، مش لازم تعرف ايه حكمة ربنا في الابتلاء دوت. ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتك فتعرف الحكمة، وممكن ما تعرفهاش. احنا دورنا ايه؟ ان احنا نصبر ونستسلم لقضاء الله ونرضى بقضاء الله، زي ما احنا شايفين اخواتنا بيعملوا دلوقتي. احنا كل اللي علينا اليقين بان وعد ربنا سبحانه وتعالى حق، وان النصر قادم قادم لا محالة ان شاء الله، ونقوم بدورنا ان احنا اللي ننصر الحق وما نسهقش.